السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتوا شايفين احنا هنا فين؟ احنا هنا عند القلعة، والقلعة دي موجودة فين؟ احنا في محافظة اسكندرية. زي ما انتوا شايفين المنظر هنا، عايزة اقول لكم تحفة 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 زي ما انتوا شايفين كده. طبعًا القعدة هناك حلوة مع المراكب كده وهي ماشية، والجو هدوء جدًا، جدًا. وطبعًا لسه الجو ما سقّعش. أنا عايزة أقول لكم أنا مصوّرة الفيديو ده يعني بقى لي حوالي 10 أيام. عايزة أقول لكم بقى يعني القعدة عند القلعة في الوقت ده بيبقى حلو أوي، أوي، أوي. ما فيش زحمة، ما فيش حَر، الجو حلو أوي، أوي. بُصّوا كمان المناظر جميلة، وكمان في هدوء ولا صوت عربيات ولا عَدَم عربيات تشمّوه، لا، لا، لأ، الجو نضيف بيفتح الشُعب الهوائية كده، الهوا هناك والقعدة حلوة والقعدة نضيفة وجميلة جدًا، جدًا. طبعًا إحنا كإسكندرانية أنا باتكلّم عن نَفْسي طبعًا، أنا واحدة من الناس ما باحبش أنزل في الصيف أبدًا، أبدًا، يعني أقعد هناك كده في القلعة، لإن الجو هناك بيبقى حَر مع الزحمة. طبعًا أنتم عارفين في إسكندرية إن الرطوبة عالية جدًا، جدًا. فأنا ما باحبش الجو اللي هو بتاع العرق ده والتلزيق. دايمًا بقى إحنا مع دخول المدارس كده باحب أنزل إيه، باحب أنزل في الوقت دوّة، نتفسح كده ونقعد قعدة حلوة وهادية كده وما فيش دوشة، ما فيش زحمة، ما فيش حَر، الجو حلو. فأنا زي ما أنتم شايفين بقى كده هنبتدي معاكم واحدة، واحدة كده وأنا داخلة من عند القلعة. طبعًا القلعة إحنا مش بنخش عليها على طول، طبعًا أنا باقول الكلام ده للناس اللي بتتفرج عليَّ ومش من إسكندرية. طبعًا في الممر اللي هو دوّة، في رصيف كده، وعلى الناحية الشمال ديّة هتلاقوا الناس بقى إيه، فارشين بحاجات كده بيبيعوا إكسسوارات، وبيبيعوا بقى خواتم والصدف والحاجات اللي بتبقى طالعة من أعماق البحار دي. زي ما أنتم شايفين الكوبري الجديد ده لسه تحت الإنشاء، ده لسه جديد بيعملوه. تمام كده، وطبعًا القلعة جوّه بقى زي ما أنتم شايفين كده. هنا على الناحية الشمال قبل ما أخش بقى على الرصيف اللي أنا باقول لكم عليه ده اللي في وش القلعة، هنا بقى بيبقى كل المكان ده محطوط فيه كراسي لو حد حابب يقعد أو حاجة في المكان دوّة. طبعًا إحنا قعدنا في المكان هاوريه لكم اللي أنا قعدت فيه، برضه بيحطّوا هناك كراسي وترابيزات، يعني زي ما تحبّي عايزة تقعدي على السور زي ما تحبّي. وزي ما أنتم شايفين أهو ماشيين واحدة، واحدة أهو. وهنا في مطاعم كافيهات هناك أهو، دي الناحية التانية وفي ركنة للعربية. أهو الخيال بتاعي أهو أنا وبنتي وأنا ماشية أصوّر أهو زي ما أنتم شايفين. طيب إحنا هنا ماشيين واحدة، واحدة، بُصّوا بقى هناك هتلاقوا أهو زي ما أنتم شايفين بقى إكسسوارات ولعاب أطفال. وبُصّوا الحاجات دي بقى اللي طالعة من أعماق البحار، بس على ما أعتقد الحاجات دي طالعة من أعماق البحر الأحمر مش المتوسط. تمام كده؟ يعني أنا مش خبرة في الحاجات دي أوي. وبما إن بقى رُحت القلعة، فقُلت أصوّر لكم كل حاجة موجودة هناك، يعني حبّيت أفرّجكم على الأماكن وعلى المناظر اللي شكلها حلو دي. طبعًا عايزة أقول لكم أنا بقى لي كتير جدًا، جدًا ما نزّلتش فيديوهات، يعني أنا بقى لي لحد دلوقتي حوالي من 17 أو 18 يوم، وطبعًا ده غلط على القناة جدًا، جدًا، لإن الreach بتاع القناة بيُقع. بس ما أعرفش والله يعني أنا حاسة إن أنا ما ليش نِفْس أنزّل فيديوهات، عاملة فيديوهات ياما ومحضّراها على التليفون ومنتجاها وكل حاجة يعني جاهزة على إن أنا أرفعها. بس ما أعرفش إن أنا قفلت مرّة واحدة كده من القناة. يمكن عشان أنا بقى لي سنتين تعبانة في القناة دي، تعبت فيها جدًا، جدًا. أنا في أوقات ما كنتش بانام وكنت باطبّق باليومين، يعني الناس اللي هي فاتحة قنوات وعارفة التصوير عامل إزاي، والمونتاج عامل إزاي، الموضوع مُتعب جدًا، جدًا. يمكن أنتم بتتفرّجوا عليَّ وبتشوفوا الفيديو في 9 دقايق، في 10 دقايق، ممكن أقل وممكن أكتر. أنا عايزة أقول لكم دول يعني ممكن الوقت دوّة اللي أنا باعمل فيه الفيديو لو باعمل طبخة، باعمل أكلة، ممكن أكون باقعد فيه 5 ساعات و6 ساعات، لإن أنا طبعًا لمّا باعمل الحاجة للتصوير بتكون متعبة أكتر لمّا باعملها لينا إحنا في البيت من غير تصوير، لإن أنا في حاجات كتير، مقادير كتير وحاجات تانية باعملها، ممكن أعملها يعني باحُط الحاجة على بعضها، يعني ما باحضّرش مثلًا كل حاجة لوحدها أو كلام من دوّة لأ. أنا حافظة المقادير باحُط ده على ده، على ده، على ده. ف غير لمّا باكون مثلًا حاطة الزيت مثلًا لوحده، الملح لوحده، السُكّر لوحده، فاهمين قصدي يا حبايبي؟ فهو الموضوع مُتعب، الموضوع مُرهق جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم كمان إن ما فيش عائد للي أنا باعمله دوّة، يعني أنا بقى لي سنتين، أنا من شهر 9
شهر 9 دوّة أنا بقى لي كده سنتين، يعني أنا عدّيت السنتين وشهر أهو. عايزة أقول لكم والله العظيم يعني أنا وصلت عدّيت ال2000 مشترك، بس عايزة أقول لكم والله العظيم ما قبضت منها ولا خدت منها ولا جنيه. طبعًا الفترة اللي فاتت المشاهدات كانت واقعة جدًا، جدًا، ما كانش في مشاهدات خالص، فطبعًا كل دوّة أنا أمّا باشوفه كنت بازعل. ليه؟ لإن أنا باتعب في الفيديو أوي، 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 يعني على ما باطلّع فيديو بالجودة ديّة أو بالمونتاج بكل الحاجات دي بتاخد وقت. فباحس إن أنا مجهودي راح على الأرض. في فيديوهات ساعات بتضرب معايا، يعني بس قليل أوي، في فيديوهات بتبقى يعني المشاهدات بتاعتها قليلة، فده ممكن يكون تعب لي نفسيتي، فأنا قعدت أفكّر مع نفسي وأقول إيه، لا، لا، لأ، أنا مش هاكمّل في القناة. وأنا عليّا من ده بإيه؟ ما أنا ممكن أقعد وأكبّر دماغي، أنا باتعب وما فيش عائد وما فيش أي حاجة يعني بتشجّعني. هي ممكن الحاجة الوحيدة اللي بتشجّعني حقيقي وبافرح بيها أوي، أوي التعليقات بصراحة، لمّا حد يعلّق لي تعليق حلو أو يقول لي كلمة حلوة كده دي بتشجّعني. لمّا بالاقي المشاهدات عندي عالية شوية ده بيشجّعني إن أنا أشتغل وأعمل فيديوهات بتدّيني دافع وبتخلّيني إن أنا أقف أصوّر وأمنتج وبابقى أنا مبسوطة. فلمّا باشوف المشاهدات واقعة كده باتضايق بصراحة من التعب اللي أنا باتعبه، يعني باعمل مجهود كبير جدًا، جدًا. كل ده طبعًا الناس اللي سامعاني لو فاتحة قنوات زيي أو بتعمل مونتاج أو الكلام من ده وفاهمين الكلام ده كويس جدًا، جدًا. الفيديو اللي بيطلع بيبقى متعوب عليه، أي حد فاتح قناة على اليوتيوب عارف الكلام دوّة. هي في النهاية يعني نصيب وأرزاق، وأنا لو ليّا نصيب إن أنا هاكمّل فيها، هاكمّل فيها، ما ليش نصيب مش هاكمّل. يعني أنا قعدت كتير مع نفسي أفكّر أقول لأ هاقفل القناة وهاسيبها وأنا عليّا من ده بإيه، وساعات أرجع تاني أقول لأ، حسّيت إن أنا اتعوّدت على حاجة يعني أنا كنت حاباها. يعني حابة فكرة إن أنا أفتح قناة كنت حاباها أوي، أوي. ف مش عارفة، فلمّا بابعد شوية كده وما انزّلش فيديوهات وارجع أبُص على الفيديوهات بتاعتي أقول لأ، أحس إن أنا ناقصني حاجة، إن أنا عايزة أنزّل فيديو، باضطر أنزّل فيديو. ساعات تلاقوني بانزّل فيديوهات على طول وساعات أقف مرّة واحدة، فهو بييجي والله تبع الحالة النفسية. عايزاكم بقى لو أنتم بتحبوني بجد ومن قلبكم تصلّوا على النبي في الكومنتات وتعملوا لي لايكات كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دي أحلى حاجة. وعايزاكم تدعوا لي ربنا يهديني كده وأنزّل فيديوهات كده أستمر كده في القناة وابتدي أرجع زي ما كنت الأول. تمام كده حبايبي. هنا زي ما أنتم شايفين المكان هنا ده في آخر اللسان اللي أنا كنت قاعدة فيه، وادي القلعة من قريب. واللسان اللي هو اللي في الوش دوّة، ده الكوبري الجديد اللي باقول لكم عليه اللي هو تحت الإنشاء. طبعًا المكان ده كان كُلّه موج عالي جدًا، جدًا قبل الكوبري الجديد ده. تمام. وطبعًا المراكب أهو زي ما أنتم شايفين لو حد حابب ييجي يأجر مركب ويركب وكده، طبعًا ما فيش أي خطر، ما فيش أي حاجة، المكان جميل وحلو والقعدة في المركب حلوة أوي، أوي، أوي. وادي القلعة أهي من برّه من ناحية البحر أهو زي ما أنتم شايفين، وده آخر اللسان اللي أنا كنت قاعدة عنده، بس أنا ما كنتش قاعدة برّه السور اللي أنتم شايفينه ده، لأ كنت قاعدة ورا شوية، وده الكوبري الجديد أهو من على بُعد زي ما أنتم شايفينه بالشكل ده. بكده بقى حبايبي نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.